تحديد موعدها، لأن تحديد موعد الانتخابات تم سابقا على أساس حزمة ورفض للإجراءات. التنظيم المؤقت للسلطات العمومية كان على أساس رؤية مستقبلية. الهيئة العليا لتحقيق أهداف الدولة لأسس هيئة الانتخابات وقت الدستور المرسوم اللي أنشأها نهار 18 فبراير كان موعد الانتخابات محدد يوم 24 جويلية. فجينا رئاسة الهيئة سيدات بن عاشور وقلنا له بندير الانتخابات واحد أشهر يلزم نعملوا جلسة ونحدوا خريطة الطريق، نحدوا برنامج جدول الأعمال للأشهر اللاحقة، لأن بعض الأطراف المهمة على هذه الهيئة ترى في هذه الهيئة برلمانا في وقت الخطوات الضرورية لتنظيم الانتخابات ما زالت لم تستكمل بعد، لأنه عملنا هيئة والهيئة عملت فروع والدولة وفقت كل الظروف المادية واللوجستية والتقنية والفنية، ولكن ما زالت شروط أخرى. ما زالت قائمة المناشدين، ما زالت قائمة محرومين من قانون الانتخابات اللي هم المسؤولين في التجمع المنحل والمشاركين في حكومات الرئيس السابق الفار المتعاقبة. هذا كله ما زال. سابقا منذ أسابيع جابوا لنا فكرة جديدة، قالوا لنا نخافوا على منجزات ومكتسبات البلاد. المرأة الآن حرة. شكون قال لنا اللي بعد ما تنجحوا بالانتخابات كما تقول كل استطلاعات الرأي المرأة اللي تخدم الشرجوار الدار واللي ما يشبه غدي راسها مش تقول لها غدي راس بتصير، والراجل اللي واخد رأي يقول لا ما تكفينيش حتى فريق. قلنا لهم كان المخاوف هذه مخاوف حقيقية. قولوا لنا بربي مصادر معلوماتكم منين؟ ما هو الإنسان في الدنيا هذه يحاسب على أقواله ويحاسب على أفعاله، وربي سبحانه وتعالى يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. فهل سقطتم عن صدورنا؟ هل اطلعتم على نوايانا؟ هل عرفتم ما في قلوبنا؟ قالوا لنا مجلة الأحوال الشخصية. قلنا لنا مجلة الأحوال الشخصية ليست قرآنا منزلا. إذا كانت الدساتير تعدل وتنقع فكيف بكل نصوص القانونية؟ ولا كلام ذلك. أشكون قررتم أن يحبوا تقطعون مجلة الأحوال الشخصية؟ منين سمعتوا هذا؟ قلنا لنا بالعكس، إذا كان عندنا رغبة في مراجعة المنظومة القانونية جملة أو منظومة الأحوال الشخصية فلن يكون ذلك إلا في اتجاه تدعيم مكاسب وحقوق المرأة التونسية. وبالنسبة لكل القضايا اللي يعتبروها قضايا محرجة سواء داخل الفضاء الإسلامي وخارجه، قضايا تعدد الزوجات وقضايا مساواة الإرث، قلنا له ببساطة حركة نهضة ليست دار إفتاء. لسنا مطالبين بتقديم أجوبة فقهية تفصيلية في كل القضايا سواء كانت قضايا خلافية أو غيرها. عندنا برنامج كمان لدينا والشعب التونسي ولا في صوت غيرنا مش على أساس تقوانا أو عدم تقوانا، مش على أساس قربنا أو بعدنا من الإسلام. الشعب التونسي شعب ذكي، شعب ينجز ثورة لإسقاط الدكتاتورية، يحب من يقدم له ضمانات حول بناء دولة تضمن الديمقراطية. الشعب اللي حال الفساد الاقتصادي والسرقة وإيراد الأموال يحب منظومة قانونية تضمن القطع مع الفساد وتضمن وظائف الدولة، ولكن يحب وجوه جديدة ممن اختبروا فصحوا ويحب أي نظام. الشعب التونسي عنده قضايا واشكاليات في جميع نواحي الحياه، السياسيه والاقتصاديه والثقافيه والفنيه والرياضيه. بعضهم منذ اعمال احزاب اخرى قال ان برنامج حركه نهضه في المجال الاقتصادي هو وما من دابه في الارض الا على الله رزقها، وان برنامج حركه نهضه في المجال الاجتماعي هو ان صلاه السنه على الفحشاء والمنكر. يعني الشعب التونسي بس حتى الكلام اكثر من هذا. للاسف الشديد انا ما بحبش ندخل الاحزاب، ولكن بعض الاحزاب الاخرى
جميع القضايا في جميع المجالات تبتدئ بلفظة حركة نهضة. شنو برنامجكم؟ حركة نهضة، برنامج حركة نهضة هو كذا. يوم ينسى حركة نهضة، احكي له برنامج. والله كل سر ممكن ان توصلنا انه بعض الاحزاب الاخرى متغشة ومتخلقة كيفاش حركة نهضة مش قادرة ترد على سباب ومشاهدات ومتهمات. ولكن انا اقول حركة النهضة ليست فوق النقد، ولا يجب أن تضيق صدوركم وصدوركن بأي نقد، سواء كان نقدا نزيها أو غير نزيه، ولكن قلناها ونعيدها مرة ومرات. نرحب بالنقد النزيه ومستعدون للتفاعل معه. يا أخوي نخليه خدمة، نخليه حديثنا مع أبنائنا وبناتنا وتفكيرنا وعملنا انتخابية في مثال. تحب تخسرونا في وقت باش نوصلوا بين معاكم ونجاوبوا على كل الاستفسارات ونقدكم النزيه مرحبا به في كل وقت، اللي يحب يكون موصلين مرحبا به. ولكن النقد غير النزيه مرحبا به ايضا، ولكن لا وقت لنا للرد عليه. ممثلو حركه نهضه في الهيئه العليا لتحقيق اهداف الثوره قرروا الانسحاب من الهيئه العليا لتحقيق اهداف الثوره، مش كما يقول بعض وسائل الاعلام لأننا نناقشوا في قانون الأحزاب ولأن القانون هذا فيه حديث على التمويل، ونظرا لأنه حركة نهضة عندها فلوس ما تحبش تكشف مصادرها وعندها مشكلة مع كل محاسبة فهي تحب تستبق. الكلام هذا غلط لأسباب عديدة، وللأسف الشديد سبب كلام غلط واضح أنه غلط، ولكن مصرين على قول في إطار استراتيجية قائد دعائي. لأنكم تعرف النظام السابق ما كانش يحكم البوليس فقط، كان يحكم الإدارة وكان يحكم الإعلام. وإذا تهاوى النظام السابق في مستوى نفسه فإن الإدارة الحالية في جزءها الأكبر ليست إدارة الدولة، هي إدارة الرئيس السابق. وإذا كان البوليس اللي ولد عنه نقابة الأمن الداخلي وقع فيه تغير كبير وما زال ينتظره تغيير كبير أيضا وعملية إصلاح كبرى كما القضاء، فإن الإعلام ما زال في جزء الأكبر إعلام النظام السابق وإعلام ما قبل الثورة، حتى وإن كان يزايد عليكم وعليكن في شكل من الأمثال، مش هذاك هو المفيد. وبعض وسائل الإعلام الخاصة أصحابها رجاء 5 دقائق زيد 3 دقائق إن شاء الله. بعضها استثمروا في الإعلام كما بعض رجال الإعلام استثمروا في السياحة ولا في الفلاحة ولا في السلك البحري. بعضهم استثمروا أموالهم في مؤسسة إعلامية، وهذاك علاش ما تتفاجئوش كيف تلقاهم واخدين موقف هما دافعين فلوس. والبعض يلومون يقولون جاوبوا علاش تعملوا في القناة الفلانية ولا القناة الفلانية. نحن الشبابيك والابواب المفتوحه قاعدين يتنفسوا منها. اذا كان عندكم اقتراح هذا مرحبا. ان شاء الله احنا جالس قناه تقولوا لنا اين الكتابه. ما نقول لكم ليس المتكلمون عن تمويل الأحزاب، ليس المتكلمون عن تمويل الأحزاب هم الأنظر يدا. وحركة نهضة ما يجي لنا حزب الله، رغم أن ديما نقولوا أنه حزب حركة نهضة هو حزب ثري، واللي يصور ربي لحد الناس ما يقصش لنا بزاف بعد، ولكنه ثري ببناتي وأبنائي، ثري ببناتي وأبنائي. لا مانع لدينا في سن أي قوانين تحفظ الشفافية في كل المجالات، رغم أننا نعتقد أنه في مجال تمويل الأحزاب الإشكالية ليست مع الإطار القانوني وإنما مع التنفيذ ومع الالتزام بالأخلاقيات الصحيحة. أولا
أعرفكم بهذا، ليس لنا إشكالية مع أي ميثاق أو أي عادل أو أي عقد يحترم خصوصيات هوية هذا الشعب. هوية هذا الشعب هوية عربية إسلامية أحب